السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم أحمد شعبان. فيديو النهاردة يا جماعة مهم جدا، هنتكلم عن مشكلة التوك توك، هنتكلم عن حلول ليها. والله لو عايز حضرتك تشارك الفيديو وتعمل إعجاب بحيث إن الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، ممكن يوصل لمسؤول يشوف وجهة نظر، يشوف الكلام. ممكن يعني يعود عليك انت بالفايدة. يعني طبعا اي قرار بيتاخد بيكون للسوشيال ميديا او الفيديوهات والحاجات دي بيكون لها رأي وبيتاخد بيه بيتعمل له يعني ايه، حساب لان دي اراء الناس ومشاكل الناس، فبناء عليها بيتم اقتراح حلول بتكون منطقية. فاعمل اعجاب واعمل شير. طبعا التوك توك من اول ما طلع وهو شغال بشكل غير قانوني. هو عموما وسط العربيات وفي المدن الكبيرة اللي بيكون فيها تاكسي وفيها حركة مرور والطرق السريعة، ما ينفعش التوك توك يكون موجود فيها نهائي. اما في مدن صغيرة، في اماكن هو اثبت نفسه فيها بقاله يجي 10 15 سنة. فطبعا الناس بقى اعتمدت عليه، اللي بتودي ابنها الدرس، اللي بتودي بنتها الدرس، اللي بتروح بيه الشغل، اللي بيروح بيه مشوار. واحد بيصلح عربية بيركب توك توك يجيب قطعة الغيار ويجي. واحد مستعجل رايح مشوار بيركب التوك توك. مفيش اي حاجة هتقدر ان هي تكون بديلة للتوك توك، لان التوك توك ليه مميزات. اولا عرضه 120 سنتي في طول حوالي 2 متر، يعني مساحة صغيرة جدا على الطريق. فده بيجعله ان هو خفيف في الحركة واقتصادي في استهلاك البنزين لانه بيستم واحد. ف بالتالي الأجرة بتاعته بتكون كويسة. يعني التوك توك النهاردة أجرته مثلا 10 جنيه، ويوم ما بياخد 15 جنيه الناس بتقف ضده وبتبهدله. فاقتصادي. لو انت راكب تاكسي بنفس المشوار او اقل، مش اقل من 20 25 جنيه. ولو التاكسي هو اللي فارض نفسه ومفيش غيره، هتسمع لحد 30 جنيه في المشوار. فعشان كده لازم التوك توك ما يتعاملش المعاملة اللي هو بيتعامل بيها دلوقتي. يعني المعاملة دلوقتي ان هو غير قانوني، فاي حاجة غير قانونية بتتاخد على الونش وتروح المرور وتبتدي اجراءات ونيابة وفيها حبس كمان. فطبعا لازم بقى يبقى في طريق يمين يمشي فيه التوك توك. الطريق اليمين ان هو يكون ليه رخصة. لازم بقى يكون رخصة ولو حتى مؤقتة، مش لازم تكون بشكل دائم. يعني يكون ليه ترخيص مؤقت، 5 سنين 10 سنين، بالمبالغ اللي تحددها المرور او الجهة اللي هي بتصدر التراخيص. وتكون مبالغ معقولة بحيث ان ما تكونش زيادة على صاحب التوك توك، بحيث ان صاحب التوك توك يرتاح بقى من الحملات ومن المطاردة كل شوية، لانه هو غير قانوني. والظابط لما بيمسك التوك توك فهو بيشوف شغله، لان ده حاجة غير قانونية ماشية، فاللي بيلاقيه بيمسكه. فلازم بقى يبقى له وضع قانوني اللي هو اثبت نفسه ونجح في خدمة الناس. اي نعم في بلطجة وفي مشاكل بتحصل منه، وده طبعا ليه اسباب ياما والناس كلها عارفاه. وعشان الموضوع ده ينتهي لازم يكون له رخصة، ويكون السواق اللي هيركبه ما يكونش يعني بيشرب مخدرات، ما يكونش يكون في رقابة هتوقف اي توك توك في الشارع تشوف رخصة التوك توك، وتشوف رخصة اللي معاه السواق كمان. ف وتحلل له وتعمل اللي انت عايزه كده في سيطرة. اما الوضع كده مثلا كل التكاتك ماشية، يوم ما بتمسك توك توك او توقفه التوك توك مش هيرضى يقف، عشان خاطر طالما وقفته يبقى انت بقى هتاخد منه التوك توك فبيجري. انما لما الموضوع يبقى فيه امان وقانوني وكده، السواقين نفسها لو في بينهم واحد وحش مش هتخليه يشتغل. يعني السواقين نفسها لو في واحد وحش بينهم بيعمل لهم مشاكل، هم اللي هيجيبوه بنفسهم يسلموه للشرطة. فخلاص بقى يعني ما ينفعش دلوقتي. هو موجود وفرض نفسه في خدمة الناس، مش فرض نفسه ان هو. فخلاص نتمنى ان هو يطلع له رخصة ويمشي مظبوط والمشكلة هتتحل.
بعد كده بقى في عربية، في تاكس، في اي حاجة بديلة للتوك توك. الحكومة قالت والله ده اللي هيبقى البديل. السواق من غير ما تتكلم او من غير ما حد يتكلم هيروح يشتريها وهيشتغل. بس اهم حاجة ان هو يتساب يشتغل بشكل قانوني عشان تتحل المشكلة. شكرا لكم على المشاهدة، كان معكم احمد شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.